هعمل لكم النهارده وصفة بتنجان حكاية، بس أهم حاجة تصلوا بينا على النبي. لو لقيت البتنجان ده في السوق اللي هو خد الجميل اشتريه على طول، لأن مفيش فيه بذور وطعمه حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده قلبه أبيض ومفيش فيه بذور نهائي. لو عايزة البتنجان ما يشربش معاكي زيت، قطعيه بالطول زي ما انت شايفة كده. كده استحالة يشرب منك زيت. قطعت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده، وهرش كده عليها معلقة صغيرة من الملح وما تزودوش عن كده عشان ما يحدقش معاكم. هنقلب البتنجان بتاعنا ونسيبه على مصفى بحيث يصفي كل المية اللي فيه. وده كده بعد ما صفى ميته، شايفين شكله عامل ازاي. هنبدا بقى في المرحله دي نجيب منديل مطبخ او فوطه، ونبدا بقى نشفه من الميه دي عشان لما نيجي نقليه في الزيت ما يطرطش معانا ويقلب الدنيا. كده خلاص هو اتحمر معايا تمام. ببدا بقى طبعا اصفيه كويس جدا من الزيت، وعايزه اقول لكم مش شارب ولا نقطه زيت. لو بتحب الفلفل الحامي اللي معاه فلفل حامي او رومي براحتك خالص. الدقه بقى السحريه معانا كده راس توم، فلفل حامي وبارد وفلفل احمر كنت مخزناه في الفريزر. وهنبدا دلوقتي نضيف عليهم عصير ليمون، عصرت كده حوالي 3 ليمونات كبار، ومعايا كده فنجان من الخل. وهنبدا دلوقتي نضيف البهارات، عباره كده عن معلقتين كبار من الملح، معلقه كده من الكمون، معلقه من الشطه. ونبدا بقى نفرم الكلام ده كله كويس جدا في الكبه بتاعتنا، وكده الدقه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. مش محتاجين اي اضافه تانية. الخطوه دي بتفرق جدا لما بتعصري ليمون على البتنجان، بيديكي كمان اللون البنفسجي لما بيقعد معاكي في التلاجة، وبيدي مزازه حلوه قوي قوي للبتنجان بتاعنا. وبعد كده بضيف الدقه بتاعتنا بقى الخطيره، وكلي احلى طبق بتنجان بجد جنب اي اكل بقى شعبي حلو قوي قوي. لو جعانه كده بطلع منه كده من التلاجة واعمل سندوتشات بصراحه حلو جدا. بحطه بقى في علبه التلاجة وبحفظه بألف هنا. شوف على قلوبكم، شيروا الفيديو ده. هعمل لكم النهارده وصفة بتنجان حكاية، بس أهم حاجة تصلوا بينا على النبي. لو لقيت البتنجان ده في السوق اللي هو خد الجميل اشتريه على طول، لأن مفيش فيه بذور وطعمه حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده قلبه أبيض ومفيش فيه بذور نهائي. لو عايزة البتنجان ما يشربش معاكي زيت، قطعيه بالطول زي ما انت شايفة كده. كده استحالة يشرب منك زيت. قطعت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده، وهرش كده عليها معلقة صغيرة من الملح وما تزودوش عن كده عشان ما يحدقش معاكم. هنقلب البتنجان بتاعنا ونسيبه على مصفى بحيث يصفي كل المية اللي فيه. وده كده بعد ما صفى ميته، شايفين شكله عامل ازاي. هنبدا بقى في المرحله دي نجيب منديل مطبخ او فوطه، ونبدا بقى نشفه من الميه دي عشان لما نيجي نقليه في الزيت ما يطرطش معانا ويقلب الدنيا. كده خلاص هو اتحمر معايا تمام. ببدا بقى طبعا اصفيه كويس جدا من الزيت، وعايزه اقول لكم مش شارب ولا نقطه زيت. لو بتحب الفلفل الحامي اللي معاه فلفل حامي او رومي براحتك خالص. الدقه بقى السحريه معانا كده راس توم، فلفل حامي وبارد وفلفل احمر كنت مخزناه في الفريزر. وهنبدا دلوقتي نضيف عليهم عصير ليمون، عصرت كده حوالي 3 ليمونات كبار، ومعايا كده فنجان من الخل. وهنبدا دلوقتي نضيف البهارات، عباره كده عن معلقتين كبار من الملح، معلقه كده من الكمون، معلقه من الشطه. ونبدا بقى نفرم الكلام ده كله كويس جدا في الكبه بتاعتنا، وكده الدقه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. مش محتاجين اي اضافه تانية. الخطوه دي بتفرق جدا لما بتعصري ليمون على البتنجان، بيديكي كمان اللون البنفسجي لما بيقعد معاكي في التلاجة، وبيدي مزازه حلوه قوي قوي للبتنجان بتاعنا. وبعد كده بضيف الدقه بتاعتنا بقى الخطيره، وكلي احلى طبق بتنجان.